FM. جبر كل دكتور بري نادل نأهستو دستو مل جاني من تفت جبر كل دكتور نأهستو دستو مل لاش من تفت جبر كل دكتور نأهستو دستو مل جاني من تفت جبر كل دكتور أهلا ومرحبا بكم أعزائنا ومشاهدينا الكرام في الحلقة الخامسة من برنامج طبيبك الذي يبث أسبوعيا عبر أثير إذاعة بوير FM على الموجة الإذاعية 103.5 يوم الثلاثاء الساعة 6:30 مساء. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن أشيع الأمراض التي تصيب الجلد. لنقاش أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب في الاستوديو بضيفي الكريم الدكتور كسرى حوج، الأخصائي بالأمراض الجلدية والتجميل وخريج جامعة حلب. أهلا وسهلا فيك دكتور. فيك أهلا وسهلا. شكرا لحضورك معنا اليوم. أعزائي المشاهدين والمستمعين، بإمكانكم الانضمام إلينا عبر الهاتف الأرضي 429 101 وأيضا عبر رسائل الواتس 09 38 280 814 وأيضا عبر البث المباشر على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك بويربريس/عربي. بداية دكتور، كثيرا ما يشتكي الشباب من الحبوب التي تظهر أحيانا على الوجه أو حتى على الظهر. ما أسباب ظهور هذه الحبوب أو ما يسمى بحب الشباب؟ هو بفترة المراهقة، يعني عند الشاب أو عند الصبية، البنات أبكر من الشباب، يعني عمر 13-14 سنة، الشباب 16-17 سنة جديد يبلش يتكون عندهم الصفات الجينية، يعني هذا ذكر هذا أنثى. نعم. جديد يبلش يفرز الهرمونات تبعهم. يعني آلية حب الشباب
الهرمون الذكري أو الأنثوي لما يبلش ينفرز بداية البلوغ يعمل شيء نسميه نحن فرط إفراز دهني. فرط الإفراز الدهني المسامات الفارزة للجسم ما يلحقوا يطالعوا لبرا تتجمع جوا في جرثومة تعشش عليهم وتعطينا حب الشباب. يعني آلية حب الشباب ببساطة هي يعني مكانات الظهور غالبا على المناطق الأكثر اللي فيها فرط إفراز دهني. نعم. الوجه، الظهر، ما بين لوحي الكتف، الأشياء على المناطق. في ناس تطلع الإيدين ولا الرجلين. نعم. في شكل منه يعني الصنعيان العمال يشتغلوا بالصناعة مع الصناعة بالمازوت بالشحم بالجسم. نعم. في شكل منه شوف على الإيدين والرجلين ترى هو التهاب أجربة شعرية. وحتى حبة الشباب يصير بفوت الجريب الشعري بهالفترات تصير يعني. نعم. طيب دكتور، كيف ممكن نتعالج من حب الشباب؟ هو للبداية يعني قبل العلاجات في أشياء خاصة بكل واحد، يعني العناية الشخصية مثل ما نسميها يعني. شاب أول ما دخل بلوغ لساعه صغير ولا الصبية لساعته صغير يعني من الأهل من مكان كرر من الغسول. همنا نحن الوجه يعني الظهر الصدر مو كتير هيك المهم يعني تكرار غسيل الوجه يعني مرة ومرتين وثلاثة بأيش ما كان بأي صابونة ما كان بس. بس في حالات تستوجب العلاج الطبي. يروح على كل واحد على الطبيب اللي بيعرفه وين مكانه وين. دكتور، في عند بعض المرضى اللي بيشفوا من بيروح حب الشباب ولكن يترك أثر، يترك ندب، كيف ممكن نعالج هذا الشيء؟ تمام. هو في أشكال لحب الشباب يعني. في الأشكال البسيطة منه الأشكال العميقة نحن نسميها أو المعقدة يعني. في شيء نسميه الزيوان، العدة الزيواني وحب الشباب الزيواني يعني زيوانات فيه روس سوداء روس بيضاء يعتبر من حب الشباب. في شيء نسميه نحن العد البثري أو حب الشباب البثري عبارة عن حويصلات هيك صغيرة عليهم شوية قيح، هذا كمان دول الأشكال السطحية. بس في شكلين نسميه نحن العد العقيدي، عقد تحت الجلد والكيسي العقيدي كيسات تحت الجلد، هدول أكيد بدهم يتركوا أثر. نعم. وفيهم طابع وراثي كمان بهالأمر يعني شو الأب أو الأم بيشبوا بيتون كان يطلع فيهم حب شباب من هالنوع العقدي أو الكيسي. نعم. وعندهم فرط إفراز دهني شديد شيء مو معقول. أنا هذا في ستات يجوا يقول والله مخدته لابني أو لزوجي كل يومين عم بغسل الوش تبعه ويرد يرجع. نعم. دهني زيت. نعم زيت. نعم. دكتور، كيف يمكن تجنب حدوث تصبغات الجلد؟ هو تصبغات الجلد في منهم يصير في منهم على شكل شامات ما شامات بالكيكونوا بس أكثر شيء التصبغات اللي تصير هي من الألترا فيوليت الإشعاع فوق البنفسجي اللي هو طيف من أطياف أشعة الشمس. نعم. هي اللي بتسبب يعني الوقاية من تعرض المباشر أو لوقت طويل لأشعة الشمس قد نوقي من هالشغلات هاي وإن صارت عاد العلاجات ولا شغلات. نعم. دكتور، رح نحكي شوي عن الأكزيما الجلدية. شو هي سبب الأكزيما الجلدية برأيك؟ هو الإكزيما من الأمراض التحسسية يعني أشع مرض تحسسي في له كمان أشكال يعني كل سؤال من الأسئلة بدها حلقة كاملة. نعم. بس نحن كتير باختصار يعني بلكي حدا من زملائنا عم يتسمع هيك يعني مو عم نسلق سلق بس مشان الوقت كمان ما يداهم ما اسمه. الإكزيما أشع مرض تحسسي. في الإكزيمات الداخلية المنشأ والخارجية المنشأ. خارجية مثلا الخارجية المنشأ نحن نسميهم إكزيمات التماس والتحسسي، شيء يلامس جسمك متكرر يوم يومين ثلاثة شو اسمه يصير عليه حساسية. وفي داخليات المنشأ الإكزيمات البنيوية نحن نسميها، هذا كمان فيها طابع وراثي. طيب كيف ممكن نتعالج من داخليات وخارجيات المنشأ دكتور؟ إذا شيء الأكثر شيء يهمنا إكزيما التماس التحسسي هي هنسميها نحن يعني. نعم. نبتعد عن السبب. أي مرض تحسسي ابتعد عن السبب مانك مريض. ما كشفت السبب بده يتكرر ويتكرر ويتكرر. مثلا أخي يجينا شاب يشتغل دهان بشكل يومي يتعرض للنفض والنفتالين والدهان والشغل، طالما تلامس يديه طالما تيطلع. في بجسم الإنسان شيء نسميه نحن الجملة المناعية، الخلايا المناعية الذاكرة، يعني على مبدأ القفل والمفتاح. مرة مرتين ثلاثة هالمادة دخلت لجسمي أنا أتحسس من الأسبرين ولنفترض مدى الحياة بدي أتحسس منه. منعت حالي 20 سنة ورديت رجعت
كمان تيظهر، كمان راح يتكرر. نعم. عاد في التحسسات الخطرة والتحسسات المنخطرة ما ندخل فيها ناس تماما. باختصار يعني بعد حالك عن السبب الطيب من الإكزيما، ما تبعد حالك بده يتكرر ويتكرر. الوقاية خير من العلاج. نعم طبعا. دكتور، بالنسبة لشامات الجلد كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت مسرطنة أم لا؟ تمام، يعني هو كمبدأ كعلم أي شامة وشو ما كان نوعها، كمان ما أقدر أدخل بالتفاصيل وأصنفها إيش اسمه هيك. نعم. يعني لو 100% سليمة، في 1% من أي وحمة فيها شيء من الخباثة، 1%، ولو نسبة كتير قليلة بالنسبة ل100 لما تجي تاخذ. نعم. بس في اللي يحدد إنه هاي سليمة ولا يعني نحن كأخصائيين يعني أقدر أحدد هاي وحمة سليمة ولا مو سليمة، مبينات. بس التشخيص التفصيلي 100% يقول لك هو التشريح المرضي. تشريح المرض، نعمل خزعة بعدها المشرح المرضي هو يقول لك شو وكيف. في حال دكتور عرفنا أنه هاي الشامة بتحمل خلايا سرطانية، كيف ممكن نتعالج من هذا الشيء؟ هو هلا في عندنا وحمات نحن نسميها مثلا في وحمة الشامي الخبيثة أو الميلانوم الخبيث. نعم. هلا أصلا ما تقدر تمد إيدك عليه، ما في. بمجرد ما انجرحت أو انرضت أو صار شيء هون مكمن الخطورة يعني. نعم. بس في الوحمات الخلوية نسيش خلوي يليف هو يعني نشيله بالعيادات. يعني الشكل تبعه يوحي لنا انه هذا هيك ولا هيك. فهمت علي شو؟ نعم. الخبيثة اصلا ما تقدر تمد ايدك عليها. وان في نفس علاج السرطان يعني العلاج الكيماوي والاشعاعي والاستئصال الجراحي وكذا وكذا. دكتور، في نسبة شفاء ممكن نقولها للمشاهدين؟ والميلانوم اخطر سرطانات هو أخطر. بس هلا مثلا في عندنا بتصنيف سرطانات الجلد في شيء نسميها شائك الخلايا وقاعد الخلايا والميلانوم. يعني الشائك الخلايا والقاعد الخلايا هدول يتعالجوا. يعني لو شلتوا يعني في إذا لساتهم حجم صغير اسمه استئصال جراحة، مرات ما لا نعرض للكيمياء ولا للأشعة. بس الميلانوم لا، غير قاعدي وغير شيء. دكتور، لاحظنا بآخر فترة أنه لجوء بعض الأشخاص لأناس غير مختصين في إزالة الشامة. ما هو المنظور الطبي لهذه الظاهرة؟ هو هذا سؤال كتير يعني أقدر أقول لك يعني من الأفضل الأسئلة اسمه. نحن هلا بالقامشلي. نعم. بكل شارع ما أقول لك عارمة أو عارمتين خبير تجميل وخبيرة تجميل بالضبط، واشتغلوا هيك شغلات غير مختص. العتب مو عليهم. العتب، وأقول بكل صراحة وبدون أي خوف يعني العتب على القيمين على هيئة الصحة. نعم. وكلهم يعرفوا. والمراكز كل واحد حاطط آرمة أكثر من أي طبيب أخصائي تجميل ويشتغلوا على المكشوف ولا حدا يحاسب. أخي يعني واحد جايب دواء للشامة يحط، للتالولة يحط، وللكيسة يحط، وللأسمو يحط يعني ومعروف شو هو الدواء. بس إذا شي يوم من الأيام صدف، على فكرة الجاهل ما يتحاسب. بس لو أي طبيب حامل شهادة والاسم شي يوم بس يغلط، شوف كل المحاكم قامت عليه. وهدول يجوا من عندهم يراجعونا اللي حاقنين بوتوكس غلط، منتهي الفعالية، التشوهات اللي مساوينها، كل هدول ولا حد يحكي. إذا كان طبيب والله بيت محكمة يخيواني نخيو هذا لا معه أي مؤهل طبي ليه بيشتغل. وللأسف في ناس تعمل معهم مقابلات، ومن كم يوم مقابلة بأحد الإذاعات خبيرة التجميل، ما نسمي أسامي، فلانة خبيرة التجميل وين جابت. يفضل أنه يبتعدوا عن هذا الشيء لأنه فيه أذية للناس يعني. ما يبتعدوا. والغلط مع كل احترامي لكل ستات البلد والكون الغلط منهم. وين ما يشوفوا شيء هيك شوف التجوا عليه. خلينا جاب شهادته. مرة جتني وحدة هاي بدك تطلع خارج الموضوع. إنه العالم مثل النحل، شو النحل لما يفوت على النحل عليها كوم هيك للشغلة بالكوم. يعني أروح أفوت على الصالون واحد مريضين عنده بس 20 مرافق معه، شوفوا 30 واحد ويستنوا ساعتين، هذا الطبيب معناه كويس. طبيب ولا الاسم ما يتحدد بهيك شيء. طيب دكتور، ما هي أشيع سرطانات الجلد؟
ما من شوي قلت في الشائك الخلايا وقاعد الخلايا والميلانوما الخبيث، قلت هلا من شوي. دكتور، ما سبب جفاف الجلد وخشونته خاصة على المفاصل؟ كيف ممكن نتعالج من هذا الشيء؟ هو كمفهوم جفاف جلد وش اسمه، في امراض وراثيه تعطينا جفاف جلد. هلا في ناس يقولوا انه فلان معه جلد السمكه، نعم، بالعاميه يعني. نعم. يعني اريد اقول يعني انا بالعموميات احكي انه مو للاطباء اسمه مش ما حدا يقولوا لنا دكتور كسرى هيك. في هلا سماكات الجلد وجفاف الجلد وش اسمه، اللي يعطي رطوبة الجلد استاذنا هي الغدد العرقية والغدد الدهنية. بالضبط. في ناس هدول ما عندهم بنشف الجلد. في نشفان جلد آلي كمان. في ناس يوميا يتحمموا 20 زوم ونص ساعة لساعة بليفت الحمام وش اسمه، وين بيبقى اسمه كمان يصير. في بعض ناس النمط العمل تبعهم فانه يصير نشفان بالجلد اسمه. مناطق الاستناد عادة المرفقين والكوعين، هدول مناطق الاستناد الأكثر شيء يصير فيهم نشفان. طبعا رح نعطي مجال لاستفسارات بعض الأخوة المشاهدين والمشاركين. في عنا رسالة بتقول: مساء الخير، في بنت أختي عمرها 8 سنين بتعاني من الصدفية ومنتشر بكل جسمها وبلش يطلع على وجهها وهي على شكل نقط حمراء وبعض البقع. ممكن يساعدنا الضيف الكريم كيف يحد من انتشار أو العلاج الشافي لهذا الشيء؟ العمر ايش هذا العمر؟ 8 سنين. 8 سنين. شوف خي، بتعريف الصدف مرض مزمن. نعم. ومرض وراثي. بلكي ما حد اسمه هيك، بس الوصف اللي يوصف الأخ يعني شو في شيء النوع أنه نسميه نحن الصدف النقطي، الصدف نقط حمراء، هذا أسهل أنواعه. طيب دكتور، شو بتنصحها يعني على شو اسمه، ما اقدر اقول ايش علاجات اعطينا العمر صغير وش اسمه هيك، يعني في علاجات كريمات تبع الجسم. نعم. الصيدليات موجوده بالجسم موجوده. نعم دكتور. في كمان عندنا الاخ حسين تركي عم بيقول: انا عندي اكزيما متلامسه من عام 2000 ولهلا ولحد هلا ما شفيت. تركت الخياطه من وراء الاكزيما لانه صبغيات القماش تعمل لي اكزيما. نحن حكينا عن تحسس، تمام؟ نعم. وصار شيء 2 بس بيطلع عندي بالصيف وبالشتاء. شو علاجه دكتور برأيك؟ هلا في الصدف تصنف ضمن الامراض المهنيه. هلا طالب كليه الطب لما يدرس في شيء ماده اسمها الامراض المهنيه. فعلا هل الصبغيات، الصبغات اللي تدخل بالجسم، هو كاتب الاسمون. وبعدين الاكزيما التماسيه او التماس التحسسيه بيسون. اول شيء انا قلت يبعد حاله عن السبب. يا ما تاركين عمله. نعم. الخياط ترك شغله، الدهان ترك شغله، الميكانيكي ترك شغله، اسمه سببها هالاشياء اللي عم يتعامل معها بالابتعاد عن المسبب ابدا. يعني بالذات القماش اول ما يجي ساعه جديد، يعني الخام فيه الصبغ وفيه الاشياء اسمه اكثر اسمه بعد ما يغسلك ما يعمل. نعم. بس هو خياط ويجي قماش جديد يفصل له للزلمه. بالضبط. في كمان عندنا سؤال من الأخ بافيسايا: هل تغير لون الشامة من البني للأسود مع بروزها تستدعي مراجعة الطبيب؟ سؤال كثير مهم. تمام. يقول: أي آفة وحمية تغيرت بالشكل، نعم، باللون، بالحجم، بالوظيفة، يستدعي مراجعة الطبيب ضروري فورا. نعم. دكتور عم بيقول: هل لتناول بعض الأدوية علاقة بذلك؟ تبع الوحمات اسمه؟ تماما. لا، هلا في ادويه تعطي تظاهرات للاندفاعات الدوائيه. يقول فلان صار معه اندفاع دوائي او شو اسمه، ما له علاقه. تمام. في عندنا كمان الاخت سمره فرح عم تقول: مساء الخير دكتور، بشرتي حساسه ومختلطه، بدي اكثر كريم مغذي او مرطب، شو بتنصحها؟ اكثر كريم مغذي او مرطب؟ تعرف يعني هلا الكريمات في كثير، يعني الادويه شو هن ما بعرف، يعني تقول جافه ومختلطه وما بعرف ايش، يعني حساسة هي، يعني البشرة الحساسة يفضل ما تستعمل ولا شيء. لا تستعمل بصراحة أقول بالضبط، لأنه هي حساسية. بلكي هلا أقولها على شيء كريم وما يجي على وجهها وش اسمه مع الهواء، يعني ما أعرف، بلكي هلا البنت تكون بالسويد بألمانيا تمام دكتور. في عندنا كمان الأخ أيمن إبراهيم عم بيقول: أنا بنتي عمرها 2.5 وطالع بالوجه والإجرين أكزيما، شو الحل دكتور؟ هو عند الأولاد الصغار في الإكزيما البنيوية، هاي مرات تستمر لحد 2 وبعدين تتوقف، وإن شاء الله يكون من هالنوع. يعني كريم كورتيزون خفيف يستعملوا ليه حاليا. دكتور، يعاني العديد من الشباب من مسألة تساقط الشعر، بماذا ترتبط أسباب ذلك؟ هو الأسباب تساقط الشعر في أسباب وراثية وفي أسباب ثانوية للسمولية. هلا باختصار أقول: كل وسائل زينة الشعر
زينة. اللي هو الشامبو والجيل والبريانتين والمثبت والواكس والمدري شو هذول كلهم يأثروا سلبا. هذول كلهم مو مرضيات. نعم. يعني أنا أستعمله مشان شياكتي مشان ايش اسمه، بس كلهم مع الزمن اسمه. في شباب بشكل يومي يستعملوا الاكسسوار، ينشف شعب الاكسسوار، خيو نشف بالمنشفه تحافظ عليه. بس في القسم الثاني بقى امراض فقر الدم، يعمل تيفو، يعمل ملطيه، يعمل امراض سرطانيه، بتعمل العلاجات الكيماويه، تعمل الادويه، تعمل في كثير شغلات يعني. دكتور التفكير له دور شيء؟ اكيد له دور اكيد بكل شيء. شو بتنصح الشباب دكتور للابتعاد عن الواكس والجيل والى اخره؟ والله هن يعرفوا هاي، اقدر ابعدهم عنها. دكتور، ما هو سبب وجود القشره بالراس؟ كيف ممكن نتخلص منها؟ هي القشره هي في القشره نوعين، في الشكل الرطب والشكل الجاف. نعم. هي اثنيناتهم نسميهم الاكزيما الدهنيه، الافراز الدهني الطبيعي اللي يفرزه جسم الانسان هو يعمل هالقشره. في ناس بشرتهم مدهن زياده وفي ناس اخف، بالشتاء تزداد. يعني اكيد الابتعاد عن الصوابين الزيتيه اللي معه قشره. في كمان عندنا سؤال من الاخت ديلان عم بتقول: دكتور ابني عمره 5 سنوات، كل فتره بيطلع على كف ايده حبوب صغار ولونه ابيض وشوي تقشرات، بس ما في حكه. اخذته لعنده دكتور قال فطريات. برايك شو علاجه دكتور؟ لا اذا ما اشوف ما اقدر اقول ايش علاجها يعني، بس الوصف يعني في عندنا امراض فيروسيه كمان هيك تعمل عفوا. وفي نعم. فترة قليل جدا مع عمر الطفل بهالسمون يعني اكثر نعم. شيء هدول شغلات فيروسيه، بلكي عم ياخذ شيء دواء اندفاع دوائي يطلع هيك اسمه هيك، بس انها هي اللي شخصت. اذا ما اشوف اسوي ما اقدر اقول ليش استعمل دواء. في كمان جابر زاني عم تقول: ما هو العلاج لاجل الرؤوس السوداء؟ الرؤوس السوداء افضل شيء يعني كعلاج بيتوتي. نعم. تبخير بالمي. تبخير بالمي افضل شيء. دكتور، إلى ماذا يعوز الشيب المبكر؟ هل يمكن علاجه للحد من حدوثه؟ هلا كلياتنا بدنا شيء بشعرنا بهالظروف عايز. كمان في نمط عائلي. نعم. وراثي. هو وراثي. في ناس شوف عم السعسف ساد السابع هن يبلش اسمه لها دور كتير. وهذا كمان نفس الشيء، يعني كل شيء فيه مصدر حرارة زيادة، وهالشغلات تبع زينة الشعر كلها مع الزمن بتأثر، بالذات صبغات الشعر بتأثر عليه إذا ما في شيء بالوراثة، يعني الشيء بالمبكر تسميه. نعم. في كمان عندنا سؤال من الأخ حسين عم بيقول: دكتور، في عندي ابني عنده جفاف من لما ولد، ولهلا صار عمره 10 سنين معه هالجفاف. شو بتنصحه الدكتور؟ إذا في كريم كمان. هو الطفل الصغير يعني في ناس في جلدها نسميها داء السماك البسيط، هذا يروح مع الزمن، كل ما يكبر الولد كل ما تيخف. نعم. يعني أفضل شيء أي كريمات زيتية، يعني حتى لو بالأسبوع مرة زيت زيتون لو يدهنوا له إياها. نعم. شي ساعة ساعتين بعدين يحموها، يبعدوا الحمامات عن بعضها، ما كتير يحموا قريب على بعضهم. تليف ما يكاين فيه، لبسه يكون قطني. نعم. إن شاء الله. نعم. تمام. في كمان عندنا سؤال من الأخت برفين عم بتقول: ابني صار له 3 أيام بيطلع بقعات حمراء على وجهه وعمره 10 شهور. عم ياخذ شي دواء، عم يعمل شي ما بعرف لسه. ما في أسئلة، ما واحد ما يقدر إذا ما يسأل. هي يعني كمان بألمانيا ما بعرف. تمام، ما في مشكلة دكتور. رح نحكي شوي عن الزنار الناري. دكتور، ما هي أعراض الزنار الناري؟ هو هذا الزنار الناري احنا نسميه داء المنطقة أو الزونة أو الهيربس أو اسمه فيه كتير أسماء. نعم. هو عبارة عن التهاب فيروسي لعصب من أعصاب الجسم، يتظاهر بالجسم، يطلع يعني بأي منطقة من الجسم بلكي يطلع. بس هو يعني فيروس، هو فيروس يعني نفس فيروس الجدري اللي ما نسميه أذكر ما جاي مكتوب تمام. نفسه اللي مصاب بجدري المي هو صغير، بالكبر يطلع عنده داء المنطقة. طيب دكتور، كيف ممكن نتعالج من هذا الفيروس؟ هذا شوية معقمات وانتبيوتيكات وش اسمه، سهل هو يعني بسيط يعني. اللي يتحمل الوجع يروح الحال. هو مشكلته الوجع عند الكبار، مرات في آلام ما بعد داء المنطقة شيء 6 أشهر تستمر، مو يوم ويومين يعني. في كمان بس يتعالج يعني. تمام. في كمان عندنا استفسار من الأخت ستيلا عم بتقول: دكتور اوصف لنا دواء قوي للقمل. هو أي ما كان من مركبات البيرميثرين، مركبات البيرميثرين بشكل شامبو أو سائل أو كريم أش ما كان، ويقصون شعرهم. قص الشعر.
أكيد أفضل شيء. نذكر المشاهدين والمستمعين أنه بإمكانهم إرسال كافة الاستفسارات المتعلقة بالأمراض الجلدية ليجيب عليها ضيفي الكريم الدكتور كسرى حوج. دكتور، رح نجي نحكي شوي عن مرض البرص. ما هي أسباب حدوثه وهل له علاج؟ هو البرص هذا مفهوم عامي، هو نحن نسميه البهاق والفيتلايجو باللاتيني يسموه اسمه هيك. كمان هذا فيه له كتير يعني أكثر من سبب. يعني هو السبب الشائع هو الموضوع الوراثي، يعني هذا أكيد مرض وراثي هو اسمه. في بعد أطياف أشعة ضوء الشمس كمان الدور، في بعض الأدوية لها دور، في نظرية المناعة الذاتية، في خلايا بجسمنا خيوها الكريات البيض تبعنا المناعيات يأكلوا صبغة الميلانين اللي هي المسؤولة عن صبغة الجلد. وفي له أشكال، في أشكال موضعة وأشكال معممة واسمه هيك. تمام. دكتور، في كمان عندنا سؤال من الأخ أيمن زيدان عم يقول: في أسفل رقبتي مثل الفطريات بس لونها أحمر وأعلى من الجلد، طبعا ما في حكة بس تغير في لون الجلد على شكل بقع وارتفاع في الجلد. يعني هلا اغلب المستمعين يشخصوا يبعدوا، يعني الفطر ما يعلى عن الجلد تماما، بقى تكون زواد لحميه، بلكي تكون شغله ثانيه. يعني لو فطر يعني باي شامبو من المضادات الفطريه استعملها يروح يعني. في كمان عندنا الدكتور حمزه عيسى عم يبعث لك تحيات وسلامات من كردستان العراق. تمام. دكتور، نحن نعلم بأن حروق الجلد درجات. السؤال هون: متى يلجأ الطبيب إلى العملية الجراحية وما هي نسبة الشفاء؟ الطبيب امتى يلجأ للعملية الجراحية؟ نعم، بالنسبة للحروق. شوف أخي، يعني الحروق عادة الحروق الدرجة الثالثة والرابعة يندبوا، يعني يتركوا أثر. يعني الحروق الدرجة الأولى الدرجة الثانية حروق بس تهدر بالأدوية يروح باسمه، حتى انت ما شوه تمام وترك أثر وقت إجباري بده يلجأ. يعني ومرات حتى الحرق موجود لسه جديد، يعني الأطباء أخصائيين حروق فيها هلا يعني يعملوا طعوم ما طعوم شغلات هيك الطعم، يعني ياخذوا جلد من مكان لمكان ثاني إذا صاير ضياع مادي كتير. وإذا بشغلة بسيطة يعني الدرجة الأولى الثانية بالعيادة عم نعالج، يعني حتى ما بده مشفى. الدرجة الثالثة وأبعد خطرة هي، يعني بدها مراكز تخصصية للحروق. دكتور، الدرجات الثالثة والرابعة حتى لو صار عمليات تجميل عليها رح تترك أثر؟ يعني هو أفضل من التشوه اللي اسمه مرات شو يصير يعني مو تشوه، يحدد لك الحركة. إيده محروقة وصار التصاق، يعني ما عاد يقدر يحرك إيده، رقبته التصقت بكتفه، يعني إجباري بده يلجأ للعمليات. حتى مو مشان موضوع التجميل، يعني مشان فيزيولوجيته، يعني نعم رقبته بكتفه ملتصقة، يعني ما يقدر لا يعمل شيء ولا اسمه. دكتور، كمان في حالة مرات بيصير حرق لطفل ما، بيلجأ الأهل لوضع قطعة قماش أو حتى معجون الأسنان ظنا منهم أنه راح يخفف الألم. ما رأيك في ذلك دكتور؟ وأفضل شيء وراء أي حرق ومين ما يسمعنا، مي باردة أفضل شيء. أول الحرق ضروري بردوه، حطوه تحت الحنفية، كبوا عليه مي ثلج حتى لو شتاء أو ما كان، تبريد يعني. والغسيل بالمي، يعني في حروق مو كلها بالنار، في حروق بالزيت، في بالمازوت، في بالنفط، في بالايش اسمه. يعني احنا لو ماده كيميائيه خيو لما تغسله بالمي انت بالقليل تروح اثار هالماده الكيميائيه من على جسمه، شويه تخفف عنه. شلحوه اللي بالزنايلون ما نايلون مشان ما يلتصق فيها، وبعدين عملنا اشكالات اثناء العلاج. نعم. دكتور، في عنا الاخ مظلوم عم بيقول: التحسس الوراثي كيف ممكن نتخلص منه؟ طالما وراثي فهو دائم ما نتخلص منه. نعم بالضبط. دكتور، ما هو مرض الجرب؟ أسباب حدوث هذا المرض؟ هو الشغلات ولو أمراض بسيطة، بس هلا يعني عندنا القمل والجرب على فكرة من الأمراض المستفعلة، يعني شو ما في مدرسة وما في شعبة بأي مدارس. نعم. ما في بيت إذا ما في اسمه موضوع النظافة والوقاية. وفي علاجاتها متوفرة ولا أسهل منها يعني. نعم. دكتور، الشري مرض يعاني منه الكثير من الناس، ما هو أسباب حصول هذا المرض؟ يعني هلا الشري والإكزيما أولاد عمان بعض، جيرانين بعض، متقاربين. كمان من الأمراض التحسسية. عاد في شري غذائي، في شري دوائي، في شري نفسي، في شري فيزيائي، في كثير أشياء وعويص على فكرة. وما في مخبر يساعدنا إنه من شو مرات يجينا المريض نعالجه شهر وشهرين وآخر شيء نقول له خيو ستوب، يعني ما عاد نقدر لأنه اسمه كشف السبب هو العلاج. آكل بيض يصير معي شريمه، ما عاد أكله، ومدى الحياة. نعم. دكتور، في كمان عندنا سؤال عم بتقول: بنتي عمرها 4 سنين في معها التهاب وحكي، أخذها عندك ولا عند دكتورة نسائية؟ هو عند كل الطفلات
الإناث غالبا معهم حرقص ويصير حكة فرجية. أي كريم مضاد فطري يدهنوا لي إياها إن شاء الله تتحسن، وما تحسنت بقى هو يتصرف يجيبها لعندي ولا عند النسائية. دكتور، في كمان الأخ رمان عم بيقول أنا عندي كتل إبطية، وزرت الأطباء بعد الفحص الإيكو طمنوني إنه كل شيء تمام، وإزالة هاي الكتل تجميلية لا أكثر، تنصحني أعمل العملية ولا أخليهم؟ هو في تحت الأبط إذا مو عقد لمفاوية وإذا مطمنينه وعاملينه خزعة وما في شيء، موضوع تجميلي يبقى هو حر في اسمه. نعم. بس في مرات تحت الأبطين يطلع شيء نحن نسميه التهاب الغدد العرقية القيحي المقيح، ريحتهم مو طيبة وش اسمه يعطوا ريحة للجسم اسمه. يعني العملية مو سهلة هي، وغالبا نتابع على قسم الجراحة يعني قسم الجراحة. يعني عملية مو سهلة هي. نعم. بس طالما مطمنين وش اسمه سليمة وإن شاء الله سلامته. دكتور، في كمان سؤال عم بيقول عندي حبوب أسفل الرقبة، استعملت مراهم بس ما راحت، شو بتنصحوا دكتور؟ هلا حبوب الجدية كلها حبوب. ايش مرض هو؟ يعني لو كان بعتوا صورة أو شغلة على الواتس عشان واحد يقدر يعطي رأيه، بس غيابيا مع كل احترامي للكل يتصلوا يعني. نعم. في أشياء أنا ما أرد عليها لأن ما أعرف شو هو يعني. بالضبط. يعني الواحد يقول جسمي حكني، كل الأمراض الجلدية بتحقيه بالضبط، بس شو هو؟ يعني مع اعتذاري من الكل إن شاء الله يعني وآسف يعني. يوضح الأخ ناصر أبو آلان المرض مشان يا رب الدكتور يعطيه يا رب إن شاء الله. دكتور. يا رب. دكتور، كيف يعالج الظفر الناشب؟ كيف يعالج؟ هو الظفر الناشب أسوأ. الظفر عادة فيه له سرير يمشي عليه ويطلع كل ما نقصه ويطلع كمان. نعم. يعني بشكل من المنبت الظفر ولا برا بشكل يعني كده اقول لك افقي على هالسرير يطلع. في ناس باخر الظفر يمتد يعني بالعرض ينغرز بالجلد. يعني الظفر ايه من جسمنا بس لما ينغرز بالجلد مثل اي جسم اجنبي يعمل التهاب يعمل اسمه حلا. عم نشيل الظفر نصغر الضفر شوية، هاي عملية عمل جراحي. بس يعني الابتعاد عن لبس الأحذية الضيقة هو أحد شو اسمه أسباب. يعني. إيه أحد أسباب. الظفر ينغرز بالعامية ينشك بالجلد هيك عمل. دكتور، فينا نحكي شوي عن تقاليل الجلد مثل ما بيقول بالبلالوك بالكردية؟ أي. هو الثقاليل في له أشكال يعني كمان في الثقاليل الشائعة، في الثقاليل المنبسطة، في الثقاليل التناسلية. الثقلول كمان فيروس هو. نعم. كل نوع من الأنواع اللي ذكرتها له نمط معين من الفيروس يعني تسميات يعني ما ندخل فيها لأنه مو نحكي للمتخصص يعني بالأمر اسمه. تمام. في له أدوية بالعلاجات تروح. بالعلاجات العادية ما راحت في كيب الكهرباء، بالكيب الكهرباء ما راح في علاج بالآزوت السائل. إذا بالآزوت السائل ما راح في بالثلج الفحمي. وفي مرات الكبار حتى استئصال جراحي يسوي. استئصال جراحي. إيه. إذا كبار جنب بعضهم يعني مش في علاج نفسي كمان له. بالضبط. في علاج نفسي. نعم. في عنا سؤال من الأخت هديل محمد عم تقول هل الثياب المستعملة تؤثر على الجلد؟ يعني بلكي تعمل حساسية. بلكي يكون فيها عتمة يعني مثل جرب ما جرب هيك شغلات يعني نوع من الحساسية الطفيلية يعني فيها بعض الطفيليات شغلات بلكي تعمل. يفضل غسلة بعد واحد يلبسها أي تعقيم. حتى اللبس الجديد اللي واحد يشتري كمان تجي ستوكات تجي يعني صح واحد يشتري بلكي طقم حقه كذا ألف يعني نعم. ما بس ما نلبسه دغري على الجسم. بس الصبية تلبس فستان مباشرة على البلكي على الجسم تغسله بعدين تلبسه. دكتور، التشققات حلمة الثدي عند الأم المرضع كيف يمكن تفادي حدوثها؟ هو عادة التشقق يصير في الحلمة البارزة والحلمة الغائرة نحن نسميها. نعم. إذا الحلمة بارزة ما يصير شيء. في الحلمة يسموها الغائرة يعني جوا هي. يعني نعم. الأم لازم تساعد الرضيع ليرضع. خطية الحلمة جوا ويمص مثل ما يمص اللهاي تبعه إجباري ينغرس. يعني يفضل الست الولود جديد تبرز راس الحلمة دخلوا بتم الطفل ليتعلم يمصها. أي معقم وأي كريم فطري بيمشي الحال لبين ما يتعود البقبو ليمصمص. تماما دكتور. في عندنا كمان سؤال في حبوب تطلع بالراس شو علاجها دكتور؟ غالبا التهابات أجربة شعرية. أي معقم معقمات الكليندامايسين يمشي الحال. نعم. دكتور، الفذر الحملية لدى المرأة الحامل كيف يمكن تفادي حدوثها؟ هو الفزر الحملي تيسير يعني هي طالما حبلت تيسير. هو الفزر شو يعني عبارة عن تشقق بالجلد يعني الجلد لما البطن يكبر. نعم. عند الرياضيين يصير عند الذكور يصير في جينا واحد كرشه هيك صاير إجباري يعني تيسير هالفزر. الفزر عبارة عن يعني
تشقات هيك صغيرة بالأسمه، وما بدهم أي شيء. يعني المرأة بمجرد ما تولد يعني شوية تمارين رياضية اللي بتشد جدار البطن إن شاء الله بيروحوا. الكريمات ما يفيدوا منها، بس هيك مرممات شوية هيك. نعم نعم، مو مشكلة. دكتور كمان في عنا سؤال من جاندة عم بتقول شعري عم يهر ومقصف شعري دهني وفي برجلي طالع مثل الكرنك، شو رأيك دكتور، شو بتنصحها؟ سألت 10 أسئلة بسؤال واحد. سؤال واحد. يعني الشعر إذا يتساقط بده علاج أكيد. إذا في ثقاليل بجرة مثل ما قلت، يعني هلا شرحت يعني هل الطرق اللي نستعملها نتبعها كلها، أي طريقة من هالطرق. في أدوية بالصيدليات تقدر تاخذ وتحط عليهم، راح ما راح، بدها موضوع الكوي ما راح، بدها شيء ثاني. في عنا الأخت سليمة عزمة بتقول دكتور لو سمحت معالجة كاتب الاسم بالإنجليزي فيبرومالجي. ميالجي تماما. هو فيبرو هو الأليف هو يعني غالبا هذا يدخل ضمن مجال السورجري، الجراحة يعني الجراحة. في كمان الأخ رامان عم بيقول أنا ما عملوا لي خزعة بس الفحص الإيكو ودكتور الجلدية طمنوني. اللي قلعقة تحت باطن. تماما. خلاص يعني لو إذا عملت يعمل موضوع تجميل يعني. تجميلي. أما يكون غدد لمفاوية يعني لا سمح الله يعني. في كمان الدكتور حمزة عم يسأل الفطريات تحت الأظافر باليدين شو العلاج وهل يفيد العلاج بالغريزوفولفين؟ الغريزوفولفين ياخذوا. نعم. وبخاخ كلوتريمازول كمان مرتين باليوم، وإن شاء الله يا رب نستفيد منها. إن شاء الله يا رب. في كمان الأخت ما بس عم تقول دكتور بنتي في بقعة شعر بنص ظهرها وهي هلا عمرها سنة، شو هذا الشعر وشو هاي في الوحمات المشعرة. في من الوحمات عملاقة، في من موضعة هيك صغيرة يعني. إذا بقعة صغيرة يعني بكرة مستقبلا بس ما تكبر يشيلوا ليها جراحيا وتنشال. تمام. تمام. يعطيك ألف عافية دكتور. عافيك. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة سوى أن أشكر ضيفي الكريم الدكتور كسرى حج، أخصائي بالأمراض الجلدية والتجميل وخريج جامعة حلب، على تواجده معنا اليوم، وجزيل الشكر لكم أعزائنا المشاهدين والمستمعين، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع المقبل بخير وعافية إن شاء الله. تحية لطاقم العمل علاء حسو وشيرين تيلو. من هنا إلى حلقة قادمة، أنا محمد عيسى أحييكم وفي أمان الله. راديو بويار FM.